ازيكم عاملين ايه؟ انا هاجر من قناة لولي شانل. لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تضغطي على كلمة الاشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل حاجة، واللايك يا بنات ده اللي بيفهمني ان انتم شايفيني. بجد بقى انا عايزة اعرف في ايه. هو انا هنا كنت جايبة فاصوليا. بص يا بنات، انا زي ما قلت لكم قبل كده انا مش هجيب تفريزات رمضان ان الاسعار مولعة. فيعني اللي هشتريه النهارده هشتريه في رمضان والله، وهو شهر الخير والكرم وكله بيعمل فيه. يعني كلنا بنتراضى فيه. انا كنت بجيب تفريزات الاول وكنت بعملها، بس بصراحه الاسعار دلوقتي مولعه مولعه فمش مستحمله. فمثلا جبت كيلو فاصوليا، هشيل نصه وهعمل نصه، بس اللي قصادكم ده كان نص كيلو. انا هقسمه ربعين، هعمل ربع وهشيل ربع. ان احنا ملناش في الاكل، او يعني الاكل ما بيباتش عندنا لتاني يوم. بس انا عايزه اتكلم معاكم كده شويه. انا واحده بعاني من الاسعار زي كتير زي ايه الاسعار دي بجد. يعني اقل حاجه اللي هو الاكل والشرب المفروض يبقى متوفر للبني ادمين اللي زينا، يعني موجود. ايه ده؟ ايه الرز يبقى ب35 وب40 رز، ورز مصري مش بسمتي مثلا، ومكسر 35 و40. الفراخ البيضة اللي اسمها بيضة ب102، والبلدي اللي هي كاسم بلدي لكن ما فيهاش المرعى بتاعت البلدي ابدا ب130. البانيه ب220، وعند ناس ب180. يقولك الحقي خدي النهارده عشان بكره هيغلى. هو مزاد؟ انا مش فاهمه في ايه. ازازه الزيت اجيبها ب75 وتاني يوم ب85، وفي نفس الاسبوع بنفس تاريخ الانتاج الحاجه بتغلى. السكر من 50 ل60. الطماطم النهارده من 8 ل10، بيقول لك خديها عشان هتغلى. البطاطس ب15 جنيه، وبيقولوا لك البطاطس هتختفي. هتختفي تروح فين؟ إيه اللي البياعين بتعمله ده؟ يعني انا بجد انا بناشد. انا زي الناس. في ناس، يعني انا بقول الحمد لله ان احنا بناكل وبنشرب، في ناس مش عارفه ايه بجد اللي احنا فيه ده، وايه الدنيا، وايه الغلاء ده. ده ايه ده؟ مفيش حد بيراعي حد نهائي. انا اسره مكونه من طفلين، وانا وجوزي، وادينا بناكل وبنشرب. كتر خير الناس اللي معاها 5 و6 اطفال، هيعملوا ايه؟ دول هيعيشوا ازاي وهيعملوا ايه؟ ايه الاسعار دي؟ يعني انا زي الناس وبعاني من الاسعار وبتكلم في الاسعار. ايه الاسعار دي؟ إيه اللي احنا فيه؟ ده مش لبس، ده اكل وشرب اللي المفروض اقل حاجة تبقى متوفرة للبني ادم. ايه الغلو ده؟ امال كتر خير بقى الناس اللي قاعدة في ايجار وبتدفع ايجار. ويعني صراحة ربنا شابوه لكل راجل قادر يفتح بيته في عز الغلاء ده، في الدنيا اللي احنا فيها دي. ده كده يتقال له بطل، ما يتقالوش انت راجل. والست اللي قايمه بدور الاتنين، يعني الست دي يتعمل لها تمثال بجد. انا مش فاهمه، انا عمري ما اتكلمت في الحاجات دي خالص، بس بجد الناس بقت بتكلم نفسها في الشارع. يعني اللي هم كانوا بياخدوه في شهر بقوا ياخدوه في اسبوع. اللي هم بقوا بيصرفوه في اسبوع، اللي كانوا بيصرفوه في اسبوع بقوا بيصرفوه في يوم. ايه ده؟ السمك ب90 جنيه. يعني اللي كنا بنعمله كده ترفيهي في نص الاسبوع، الست كانت بتعمل بانيه ومكرونه عشان ما عملتش النهارده اكل فعملت بانيه ومكرونه. احنا مش عارفين نعمل الحاجات دي في اليوم العادي. الاسعار ولعت، كتر خير الناس بجد. بصوا بقى هنا، انا جبت نص كيلو فاصوليا. بقولك تعرفيها ازاي؟ لما تكون بتتكسر كده معاكي مش مجلده فتجيبيها. النص كيلو كان ب10، هي كلها ب20، بس احنا مش بنحبها قوي. يعني انا بجيبها لما يكون ليا شوق ليها. فباجي كده وبقطعها بالسكينه بقى. يعني البنات اللي لسه ما شافتيش، انا عارفاكم كلكم ستات بيت وشطورات واحسن مني، بنقطعها من الطرف ده ومن الطرف ده. يعني هنا كنت اتعورتي بالسكينه. عايزه اقول لكم انا بقالي فتره يعني بتعامل مع السكاكين بحرص، يعني لسه محميها. السكينه دي بقى اللي عارفينها، اللي هي السيراميك دي، مش بتسن او ليها مسن معين. ليش يا كوكو؟ فاللي هو ببوسها عشان دي ما بتعورش. فلفيت ايدي كده ببلاستر عشان ما كانش موجود عندي حاجه، وبدات اقطعها. هقطعها كده يعني قطع. انت بقى زي ما بتحبي، صغيره خالص، طويله، براحتك زي ما بتحبيها. اقطعها. ده كان نص كيلو، فهشيل منه، هعمل ربع واشيل ربع. انا مش بقول لكم شيلوا حاجه، اللي هتقدري تشيلي شيلي، هو مش غالي بس انا مش هقدر اشيله. وهنا بصوا ده الكميه اللي انا هعملها. وهنا كده جبت بصلايه البصل الابيض الجديد. بصوا انا بقى عشان خايفه من السكينه، ما هو اللي اتلسع في الشوربه ينفخ في الزبادي. فبقطعها كده. ليه مش بتخرطيها؟ احنا على طول متعودين ان انت بتخرطيها. انا خايفه من السكينه بجد، خايفه على بقيه ايديا. السكاكين معظمها حمتها عشان كانوا باردين جدا. فحمسيها ازاي؟ يعني وديتها عند واحد المسن اللي بيستلم السكاكين يعملها. وهنا كنت حاطه بلاستر عشان محدش يقول لي الاكل وكده.
وهنا هنزل بحبه زيت ومعلقتين سمنه بلدي، هعملهم هشوحهم مع البصل. هتعملي ايه النهارده؟ مش هعمل اي حاجه غير اكل. بصراحه كنت عايزه اطلع اتكلم معاكم. الاكل ده انا عاملاه الساعه 2 بالليل، كانت الانبوبه خلصت، كنت بدخل الغاز وقبل ما الراجل جه، فكانت الساعه جت 2 بالليل. فكان عندي كده لحمه، انا مش هعمل اللحمه مع الفاصوليا خالص، بس كانت كويسه اللي هي ايه، شبه ملبسه كده او فيها سمين، زي ما بقول لكم شبه ملبسه كده او فيها سمين، اللي هي بس ايه تنزل لي مع السمنه دي كده الدسامه بتاعتها من الفاصوليا لازم تتعمل في اللحمه. فهنا ده نص كيلو لحمه، ده نص كيلو. بصي يا بنات اللحمه ب 400، فده كان نص كيلو. حطيت معاها بس سنه سكر كده، ودي الطماطم اللي انا كنت مفرزاها فما جبتش بصراحه، فانا عندي فطلعت كده كيسين عشان اعمل بيها. فهنا بصوا هي دي كانت يعتبر متفلفله، فاللي هي مش تاخد وقت معانا. مش هنزل بالتوابل دلوقتي، هنزل بيها كمان شويه، هسيبها بس تتسبك شويه. هنا بقى هجيب في حله تاني. ايه ده انت ما عندكيش مفرمه؟ ما عندكيش هون؟ والله عندي بس انا بكسل فبعمل كده. حله تانية هجيب ايه، كام فص توم كده حلوين، هشوح. يعني ايه التشويحه دي اللي انتوا هتشوفوها معايا؟ دول الصعيده عارفينها، زي اللي بتعملوها كده في الكفته ام رز يعني. فهشوح. هنا قطعت التوم كده خرطته صغير خالص. والله عندي هون وكل حاجه، بس انا مكسله ان انا اعمل، الجو برد بقى ومكسله ان اغسل مواعين تاني. ومعلقتين سمنه كده محترمين عشان يدوا الشمخه بتاعه الاكل. وطلعت طبعا المعلقه دي عشان طقم الحلل ده اللي كنت شايلاه من الجهاز ما استخدمتهوش، وطلعته استخدمه. يعني بقيت الطقمه انا مبوظاها بالمعلقه وبالسلكه وزي ما شايفينها يعني. والطقم الجرانيت اللي فات ده يعني ضحك عليا فيه الصراحه، اتنصب عليا فيه. هنا حطيت معاهم معلقتين زيت. هبدا كده ان انا اقلبها، هخليه كده اللون بتاعه يحمر، ولا احط شطه ولا اي حاجه. انا عايزه اوصل للدرجه الذهبي، وانا المفروض ان انا وانا بدقه بملح وشطه، بس انا ما دقتهوش. بس انا عايزه اوصل للدرجه الذهبي بتاعه الثوم. ماشي. وهنا كده كنت فتحت على التسبيكه اللي هي بتاعه الفاصوليا، يعني بوريها لكم ايدي هنا وايدي هنا، واديني وصلت للدرجه دي. برده كيس تاني من الصلصه اللي انا مصلصلاه، وهبدا ان انا انزله. كان في حبه من مكان الفاصوليا ما فضيتش الكيس كله، هبدا برده ان انا انزلهم معايا. بس هنا كان في كيس صغير وكيس كبير، بس انا عامله الصلصه التشويحه دي عشان هقسمها على 2، وهتعرفوا ليه دلوقتي. وهسيبها برده اغطيها، احط حبه سكر. طبعا انتوا عارفين في اي صلصه لازم عشان نكسر الحدوقه بتاعتها نحط حبه سكر، المرار بتاعتها يعني. وهنا رجعنا للفاصوليا، احط شطه، واحط ده فلفل اسود، والفلفل الاسود ده نار نار بجد جميل جدا. انا من عشاق الفلفل الاسود، انا على طول احط في الرز فلفل اسود، احط فلفل اسود. فانا اكتر واحده عندها التوابل بتخلص، وانا مش بستخدم توابل كتير، بقيه التوابل كلها بستخدمها في الطاجن. ومكعب مرقه حطيته معاها، وسنه شطه، وارجع تاني احط سنه كزبره وسنه كمون. دي اخر في التوابل، لكن الورق لوري والحاجات دي كلها بتبقى في الطواجن، بعتمد عليها بس في العزومات. وفي الطواجن في الاكل العادي بتاعي مش بستخدمه، يعني انا قليله في التوابل دي. وحطيت هنا الملح عشان انا هنا مش هحط لحمه، ركزوا يا بنات، انا هنا مش هحط لحمه. وبعد كده هعمل ايه، هكون انا غاسله الفاصوليا اهو زي ما انتوا شفتوها، وهنزل بيها. ده ربع كيلو، اديني قلت لكم النص قسمته على 2. شلت كيس، والكيس التاني اللي انا عملته، الكيس ده اللي انا شلته فرزته في الفريزر. هتجيب كيلو كله ب20 جنيه، ملهاش لازمه. فهتعملي. وهنا سبت التسبيكه اهي، التشميحه بتتسبك وحطيت عليها. بعد كده رجعت حطيت عليها تاني، كانت اهي بالشكشك كده من الكبيرات. حطي الفلفل الاسود، وهحط شطه، وهحط ايه تاني، الكمون والكزبره. الكمون عندي كان مكعب مرقه، بس في ناس ما بتحبهاش، ده براحتك انت، برضه ما ياكل براحتك، ما بتحبوش ما تحطوش عادي. والشطه اهي برضه على طرفها عشان مليكه، والكمون اهو. الكمون انا جايباه زي ما هو في كيس، انا مش جايبه توابل، انا بجيب حاجتي لما بعوزها. لما بجيب توابل بقى لما بيبقى معايا بصراحه. فهجيب حله تاني وهنقص الصلصه بالتشويحه من هنا لهنا. وهنزل بنص كيلو اللحمه ده هعمله. كان عندي حتتين مستنيين في الفريزر برضه طلعتهم معايا. ده نص كيلو لحمه. ماشي، احنا كده ماشيين مظبوطين. انت هتعملي ايه بقى كده النهارده؟ احنا النهارده كده المفروض ان انا كنت عملت الاكل من بدري، بس عشان زي ما قلت لكم الانبوبه خلصت، كنت مستنيه بتاع الغاز لما يجي يدخل الغاز. وهنا الفاصوليا زي ما شايفين، ايدي هنا وايدي هنا. ماشي. انا بقى لما كنت بجيب فراخ جبت معاها اجزاء، يلا نبقى واقفين.
مش اقول لكم انا كنت جايبه فراخ وشايلاها، وده اللي متبقي من عليا يا جماعه، ده اجزاء كنت جايباها. يعني لما بنزل عند امي جبت بانيه كده وقوانص وحاجات، فجبت اجزاء. كنت شايفه الجناح بتاعها حلو ونضيف يا بنات. غسلتيها بملح وخل وليمون وغسلتها. الجناح ده اطعم حته في الفرخه، في ناس بتقرف منه بس انا بحبه. والعظم ده برضو شطف كويس اللي هو بتاع بقيه الفراخ. تشويحه عملنا منها لحمه وعملنا منها فراخ، مش هينفع اعمل الاثنين مع بعض. ان انا بحب بتاعه اللحمه اكتر، بس بصراحه كان نفسي في التشويحه. على طول بعملها يخني، بعملها في الخضار المره دي، او احمرها المره دي. كان نفسي اشوحها كده. وهنا كده اللقطه دي كانت راحت، حطيت سمنه وزيت ونزلت بالشعريه احمرها. اول ما تبقى لوني الذهبي، اول ما تبقى لوني الذهبي كده هنزل بيها بالرز. انا هكون غاسله الرز، رز مصر عادي يعني، احنا بنجيب التاني. محتاجين التاني ده رز المصري بتاعنا احنا بقى. بص الشعريه اهي قلبت الزين الذهبي ده كده ماشي. هنزل هو الرز بوريكم هنزل بيه كده، هنزل بيه بالشعريه. حطيت ايه؟ حطيت سمنه وزيت، يعني السمنه تكون كميتها اكتر من الزيت. بصي انا بحط الاثنين مع بعض في اي حاجه، وهبدا كده ان انا اقلبه. بصي زي ما انتم سامعين كده هتفضل تيجي فيه، هو مش هيتكسر ولا اي حاجه، بس عايزه اسمع صوت الخشوله عشان اتاكد ان هو كده ايه. هيمسك الخشوله دي كده، هتجيبي ايه ميه تكون في الكتل، يعني تكون غاليه كتل او غاليه ميه، ونزلت هنا بالملح وهقلبه برده ماشي. هنزل بقى بالميه، انت عارفه المعيار بتاعك ماشي. ما تزيدوش قوي عشان ما يعجنش منك. يعني لو عايز ميه عادي، لكن ما تزيدوش كده هيعجن منك وهيبقى بايظ. انا كان عايز حبه ميه، هحط حبه ميه تاني اهو زي ما انتم شايفين، وهقلب تقلبتين وهسيبه يغلي. واول ما يبتدي يتشرب هبدا ان انا اوطي العين عليه، يطلع معاكي احلى رز ماشي اهو. هنرجع تاني بقى للفاصوليا. الفاصوليا تمام كده. دي اللحمه كده ما حطينالهاش ملح يا بنات، انا ما حطيتلهاش ملح. الملح مش هيتحط غير لما تستوي، ان اللحمه طبيعي جبتيها والله منين بتبقى شادة. والفاصوليا خلاص كانت استوت معانا، وهنا مواعين كنت غسلتها هنا وهنا. والرز اهو خلاص يعتبر استوى معانا كده. ايه بقى حطينا الاكل والليمون بتاعنا الجميل. بصوا انا بعشق شوربه اللحمه، بعشقها اهو كده. دي اكلتي المفضله، اكليني فيها سنين. اشربي ميه ايه، اكليني فيها سنين، بعشقها. والفراخ زي ما انتم شايفينها، بقول لكم انا بحب دي مش بحب دي. والليمون. وهنا تاني يوم كنت نازله رايحه عند ماما، لبست الطقم ده، بعد كده غيرت ولبست الطقم التاني ولبست البنات. ما كانش عندي مواعين، والشقه كلها كنت مروقاها، والغسيل لميته، ولسه هطبقه النهارده معاكم. كده الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك يا بنات.